بالفيديو. مذيعة قطرية تنهار على الهواء بعد فوز الجزائر على قطر، وهذا ما قالته على يوسف البليلي والجزائر. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتهت مباراة قطر والجزائر بهدف حاسم للبطل الجزائري يوسف البليلي الذي زلزل الشباك القطرية بهدف عالمي، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2 لصالح 1 ليضمن بذلك تأهله لنهائي كأس العرب لمواجهة تونس. أثارت هذه المباراة الجدل، حيث شهد الملعب القطري احتفالات عارمة هزت الملعب، بينما سيطر الغضب وخيبة الأمل على الجمهور القطري الذي كان يطمح للتأهل. لكن ما أثار تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي هو الفيديو المتداول لهذه الإعلامية القطرية التي ظهرت على الهواء وهي تبكي بعد تأهل منتخب الجزائر بالهدف الأخير للبطل الجزائري يوسف البليلي، حيث عبرت هذه المذيعة على إعجابها الشديد باحترافية المنتخب الجزائري وبما وصلت له كرة القدم العربية بفضل أبطال المنتخب الجزائري الذين أصبحوا ينافسون منتخبات عالمية. ختمت المذيعة كلامها بالتهاني للمنتخب الوطني الجزائري وبالأخص البطل يوسف البليلي الذي أثار انتباهها بشكل كبير نظرا لاحترافيته الكبيرة. فاللهم انصر الجزائر يا رب العالمين، اللهم أغث أهلنا في الجزائر، اللهم بردا وسلاما على أهلنا في الجزائر، اللهم إنا نسألك أن تجعلها بردا وسلاما والرحمة لشهداء حرائق الجزائر، اللهم اجعل بلد الجزائر آمنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بالجزائر وشعبها سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم احفظ الجزائر وشعب الجزائر وابعد عنهم كل الفتن، اللهم وحد كلمتهم وألف قلوبهم واجمعهم على الخير، ونسألك الفرج لكل المسلمين في محنتهم وكربتهم، وثبت إيمانهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وألهمهم وارزقهم الأمن والأمان، واجمع شمل كل المسلمين في العالم ووحد صفوفهم، اللهم آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم اجعلنا أمة واحدة، اللهم انصر المنتخب الجزائري وأبعد عنه كل عين حاسدة أو حاقدة، اللهم آمين. وفي النهاية لو أنت محب للجزائر ضع لايك واشترك بالقناة.